دلوقتي شركات كتيرة دخلت في المنافسة في سوق الأجهزة القابلة للطي، شركات زي جوجل وموتورولا وأوبو وطبعا سامسونج. وانت دلوقتي ممكن يجي في بالك سؤال، هو ايه اصلا الفكرة من التليفونات ديت؟ يعني انا ايه اللي يخليني اروح اشتري تليفون زي ده وما اروحش اشتري تليفون عادي؟ وخصوصا ان التليفونات ديت سعرها غالي مقارنة ببقية التليفونات، وامكانياتها الداخلية مش احسن حاجة، ومحتاجة اهتمام زيادة او رعاية زيادة. دي تليفونات مش بتاعت بهدلة. وانا متفق معاك نسبيا في السؤال ده، لكن في نقطة في تصميم الاجهزة ديت بيخليك فعلا منجذب ليها، وهي المرونة اللي بتديها لك خلال يومك. فانت تليفون زي كده تقدر تستخدمه في حاجات كتيرة، زي مثلا ان انت تبقى بتصور سيلفي بالكاميرا الخارجية اللي هي بتبقى الكواليتي بتاعتها اعلى من الكاميرا الداخلية، اثناء ما انت شايف صورتك على الشاشة اللي من بره، فتبقى انت متأكد انك هتاخد اعلى كواليتي موجود. وبالاضافة كمان انك تقدر تخلص كل الحاجات اللي انت محتاج تعملها في يومك من الشاشة الخارجية من غير ما تفتح التليفون، ودي بتساعدك جدا انك توفر وقت. فانت مثلا لو عايز تفتح الماب عشان تروح مكان، او عايز تسمع حاجة في يومك، فانت بدل ما تفتح التليفون عادي وتخش مثلا على الابلكيشن بتاع الميوزك بلاير بتاعك وتفتح التراك، فده ممكن يخليك عرضة انك تبص لك بص على انستجرام، تطمن على اصحابك على فيسبوك، وكل التبريرات الرائعة اللي احنا بنقولها لنفسنا عشان نقعد فترة اطول على التليفون. لكن في التليفونات اللي بالمقاس ده، انت النهارده هتقدر تخلص كل الحاجات اللي انت عايزها بس من شاشه صغيره، وهتبقى عمليه اكتر. انت هتخش تعمل الحاجه اللي انت عايزها على طول وتمشي. ولان فعلا التليفونات دي غاليه، فانا عايزك لما تقرر انك تشتري تليفون فولد او فليب يكون عن اقتناع بعد ما تكون عرفت كل مميزاته وعيوبه. وانا بصراحه مبسوط ان اخيرا بقى في منافس قوي لشركه سامسونج في الاجهزه الفليب، وهو تليفون موتورولا الرائع جدا، الموتو ريزر بلس او موتو ريزر 2023 او موتو ريزر الترا على حسب في البلد بتاعتك اسمه ايه. وده معناه ميزه بالنسبه لنا كمستخدمين، لان دلوقتي كل شركه هتحاول تطلع احسن ما عندها عشان تاخد اكبر شريحه من المستخدمين اللي اصلا هم يعتبروا قليلين في سوق الموبايلات، الناس اللي ممكن تفكر تشتري تليفون قابل للطي يعني. فانا في الفيديو ده هقارن التليفونين دول ببعض، الموتو ريزر بلس مع السامسونج فليب 5، وهمسك نقطة نقطة وهقول لك رأيي الشخصي في كل نقطة، رأيي الشخصي عشان في ناس بتهاجمني في النقطة ديت، وهقول لك أنا بناء على استخداماتي وأولوياتي شايف أنه تليفون ممكن يكون عملي. طبعا أنت استخداماتك وأولوياتك ممكن تكون مختلفة عني، ما فيش مشكلة خالص، وإحنا ما زلنا أصحاب، ومش عايز اختلافنا في الأولويات ينسيك إنك تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان تتابع الفيديوهات اللي جاية. فخلينا دلوقتي نبدأ نخش على طول في المقارنة ونتكلم على أول نقطة، وهي الشاشة الخارجية في التليفونين. وزي ما قلت لك قبل كده بالتفصيل في مراجعه الفليب 5، واللي هتلاقي الفيديو بتاعه موجود هنا على القناه، فاللي سامسونج عملته المره دي في التليفون ده هو يعتبر اكبر تحديث حصل في سلسله الفليب. فانت بقى عندك شاشه خارجيه بمقاس 3.4 بوصه، وبالمواصفات اللي مكتوبه قدامك ديت، وواخده شكل الفولدر كده، وبتدي اكبر درجه سطوع موجوده دلوقتي في تليفون قابل للطي لغايه 1600 نتس. في حين بقى ان الشاشه الخارجيه في الموتو ريزر بلس مقاسها اكبر شويه، هي 3.6 بوصه، وبالمواصفات اللي مكتوبه قدامك ديت، وبتدي اضاءه لغايه 1100 نتس بس. لكن الميزه في التليفون ده انك تقدر تكبر الشاشه ديت وتخليها ماليه كل المساحه الخارجيه، او تقدر تصغرها عشان ما تبقاش العدسات اللي موجوده دي مضايقاك. فاول نقطه بتاعه مواصفات الشاشه الخارجيه، انا شايف الجهازين قريبين من بعض جدا، لكن بالارقام فشاشه الموتو ريزر بلس هي اللي ارقامها افضل. وعشان نبقى خلصنا كلام في الشاشه الخارجيه، خلينا دلوقتي نقارن تجربه الاستخدام نفسها في التليفونين، ونشوف انه شاشه هي اللي استخدامها عملي اكتر وبتدي لك مرونه اكتر في استخدام التليفون. ففي سامسونج هنا انت واخد تجربه مشابهه شويه لتجربه السمارت ووتش، فانت بتسحب من فوق عشان الكويك بانل، وبتروح على الشمال عشان تشوف النوتيفيكيشنز، وبعد كده بتقلب في اليمين وسط الصفحات ديت اللي سامسونج مسميها ويدجتس، وتقدر تسحب بصبعين عشان تشوف الويدجتس كلها وتروح اللي انت عايزه بسرعه. لكن في الموتو ريزر هنا اسمها بانلز، وتقدر من الصفحه الرئيسيه تروح على طول لاي بانل انت عايزها، ومن فوق برضو في الكويك بانل، وتقدر تشوف النوتيفيكيشنز من اي صفحه من الايكون اللي تحت ديت. كل الكلام ده حلو قوي، لكن مش هي دي النقطة الأساسية اللي هتخلينا نحكم أنه الشاشة اللي بتدي لك مرونة أكتر. لكن النقطة اللي هتفرق معانا هي تجربة استخدام التطبيقات نفسها على الشاشة الخارجية ديت. ففي الفليب 5 أنا محكوم بشوية تطبيقات معينة، هي دي بس اللي سامسونج سامحالي إن أقدر استخدمها من هنا، زي المابس ونتفليكس ويوتيوب والماسجز وواتساب.
اي نعم، انا اقدر احط تطبيق مثلا زي جود لوك، واللي هيخليني اقدر بعد كده احط اي ابلكيشن انا عايزه يبقى بيشتغل على الشاشه الخارجيه. لكن انا حتى مش هقدر اضيف التطبيقات ديت من بره، لازم افتح التليفون واخش على السيتنج بتاعت جود لوك واحط التطبيقات ديت. ففي خطوه زياده، في حين ان في موتوريزر انت تقدر تعمل كل حاجه حرفيا في موضوع التطبيقات من الشاشه من بره، مش محتاج خالص انك تفتح التليفون. بس في نقطه بقى مهمه قوي، فرق ما بين التليفونين دول، وهي اني مثلا لو فاتح تطبيق على الشاشه الخارجيه ديت وبعد كده فتحت التليفون، هقدر ان انا اكمل التطبيق مفيش مشكله. لكن العكس مش صحيح. يعني مثلا لو انا فاتح جيميل مثلا وبفتح الايميلات بتاعتي على الشاشه الرئيسيه بتاعت التليفون وقفلت التليفون، انا مش هقدر اكمل جيميل على الشاشه الخارجيه بره. على عكس الموتوريزر اللي انا اقدر اعمل فيه اي حاجه من الشاشه الصغيره، ولما افتح التليفون هقدر اكمل نفس التطبيق عادي مفيش مشكله. والعكس شغال معايا، لو انا مثلا فاتح هنا بقى الجيميل وقفلت التليفون، فانا ممكن اخليه السيتنج بتاعته ان هو يديني 3 اختيارات. يا اما ان هو خلاص يقفل التليفون ما يكملش التطبيق، او ان هو يطلع لي زرار كونتينيو من تحت اللي لما ادوس عليه يخليني اكمل التطبيق، او ان هو اوتوماتيك اول ما اقفل الفلاب يشتغل معايا التطبيق تاني. فدي ميزه موجوده في التليفونات اللي هي الموتوريزر، بصراحه مريحاني جدا في الاستخدام. وكمان حاجه فرق ما بين التليفونين دول هي الكويك بانلز مثلا اللي فوق. فانا مثلا في الفليب 5 الحاجات اللي موجوده عندي يا دوبك اقدر اعمل فيها اون واوف، ما اقدرش ان انا اخش على يعني تفاصيل اكتر. فمثلا البلوتوث يا اما افتحها او اقفلها، ما اقدرش ان انا اختار الديفايس اللي انا عايز اكونكت عليه. على عكس في الموتوريزر انا اقدر اي حاجه في النوتيفيكيشن بانل او في الكويك بانل اللي فوق دي لما اطول في الدوس عليها تدخلني على السيتنج عادي خالص زي ما كنت بعمل في التليفون الرئيسي. وكمان لاحظت حاجه، ان انا في الموتوريزر اقدر اروح للريسنت ابس وافتح منها تاني الابلكيشن اللي انا كنت فاتحه. لكن في الفليب 5 انا ما عنديش حاجه زي كده تخليني افتح كل الريسنت ابس قدامي. يمكن الميزه اللي كانت موجوده في الفليب 5 ومش موجوده في الموتوريزر هي الاولويز اون ديسبلاي. ففي ناس بتحب ان تبقى الساعه ظاهره قدامها على طول، لكن دي بصراحه مش موجوده هنا في التليفون ده. لكن انا خلال يومي لما كنت بمشي بالتليفونين لقيت ان انا في التليفون ده نادرا فعلا لما كنت بفتح الشاشه الرئيسيه، لان كنت بقدر اخلص كل حاجه انا عايزها من بره. لكن هنا يعني كنت حاسس ان انا بتعامل مع سمارت ووتش بس بشاشه كبيره شويه. حاجه كمان بقى لاحظتها واعتقد دي ممكن تفرق مع ناس كتيره، هو مثلا استخدام تطبيق انستجرام في التليفونين. فاللي لاحظته ان في الفلاب 5 الريلز مثلا بتطلع بمقاسها كامل، لكن في الموتوريزر بتبقى مقصوصه. لكن في حاجه تانية، ان في انستجرام لو انا بصور مثلا فيديو او طالع لايف من الموتوريزر، في عنده خاصيه اللايف فيو واللي بيها اقدر اشوف نفسي على الشاشه الخارجيه وابقى بتصور بالكاميرات الرئيسيه اللي هي الكواليتي اعلى هنا. لكن الميزه ديت ما كانتش موجوده في الفلاب. فبصراحه انا شايف ان استخدام الشاشه الرئيسيه في الموتوريزر بلس هو افضل شويه من الفليب 5. ففي الراوند دي كمان انا شايف ان التليفون ده هو اللي يكسب. وطالما بقى بنتكلم على تليفونات فولدبل او قابله للطي، ففي نقطه مهمه قوي لازم نتكلم عنها، وهي المفصلات والتانية اللي موجوده في التليفون. فالمفصلات اللي موجوده في الفليب 5 بصراحه رائعه جدا، ودي سامسونج غيرتها عن الموديلات اللي كانت موجوده قبل كده. واخيرا بقت المفصلات دي بيسموها زيرو جاب، يعني مفيش فرق ما بين النصين بتوع التليفون على عكس الفيرجنز القديمه. فبكده بقوا التليفونين دول متساويين في النقطه ديت، ان هما الاتنين بيقفلوا على بعض تماما. لكن المفصلات بتاعت الفليب 5 انا بصراحه حسيتها افضل شويه من المفصلات اللي في الموتوريزر، لانها امتن وفي نفس الوقت بتقدر تثبتها على زوايا اكتر شويه من الموتوريزر اللي هيبقى محكوم بزاويه قايمه مثلا او بزاويه كده خفيفه. اكتر من كده هتلاقيه بيتفتح لوحده. فانا حبيت المفصلات اللي في الفليب 5 اكتر. لكن النقطه اللي ضايقتني بقى في الفليب 5 هو التانية، احساس التانية اللي جوه. بصراحه فعلا في الموتوريزر وانا شغال عليه انا اوقات كتيره جدا كنت بنسى ان ده اصلا تليفون بيتني، لان مفيش خالص احساس التانية اللي موجود في الشاشه من جوه، او يمكن خفيف خالص. لكن في الفليب 5 مازال مضايقني ومازال حاسه جامد في نص الشاشه. فانت عندك هنا تليفون بمفصلات قويه وبيثبت على اي زاويه لكن باحساس تانية يعني باين شويه، وعندك تليفون مش بنفس قوه المفصلات ديت لكن ما تحسش خالص فيه باحساس التانية.
فانه تليفون انت هتحبه اكتر؟ انا مش عارف، ده هيرجع لك انت. تحب المفصلات ولا تحب انك ما تحسش باحساس التانية اللي في الشاشه؟ عشان كده انا في النقطه دي هعتبر ان التليفونين تعادل، وهسيبك انت تقرر انه تليفون بالنسبه لك اللي هيكون افضل. بس خلي بالك ان الجهازين دول زي ما قلت لك في الاول جهازين ضعاف، ولازم تخلي بالك عليهم قوي. فهم مش مقاومين للميه والاتربه. فمثلا تليفون زي السامسونج فليب 5 ده واخد تقييم اي بي اكس 8، والرقم اللي بيبقى بعد الاي بي ده بيبقى خاص بمقاومه الاتربه والغبار، والرقم التاني بيبقى لمقاومه الميه. فالاكس اللي موجوده هنا دي معناها ان التليفون ده مش مقاوم للاتربه خالص، بالرغم من ان هم مغيرين المفصلات والتليفون بيقفل على بعضه. لكن سامسونج بتستخدم نظام فرش موجود في المفصلات عشان تحميه من التراب. لكن الرقم 8 اللي هو ال8 ده اللي هو بتاع مقاومه الميه، معنى كده ان الجهاز ده بيقاوم الميه لمده 30 دقيقه لغايه عمق متر ونص. فدي نقطه كويسه شويه فيه. طبعا انت مش هتقعد تعوم بيه، بس اللي هو لو جات له شويه ميه او لو وقع منك في مكان فيه ميه مفيش مشكله، الجهاز مش هيبوظ. لكن في الموتو ريزر هو واخد تقييم اي بي 52. فال5 دي زي ما قلنا هي مقاومه الاتربه والغبار، لكن ده مش معناه انك ترميه في التراب. يعني خلي بالك برضو هو مقاومته اعلى، لكن لازم تحافظ عليه. وبالمناسبه مقاومه الاتربه والتراب بتبقى من 6 مش من 9، فمعنى كده التليفون ده واخد 5 من 6 في الحته دي، فدي حاجه تحسب له. لكن الميه هو واخد تقييم 2، معنى كده ان هو يعني اخره ان لو انت واقف في مكان مثلا والدنيا نقطت عليك تلحق تشيله في جيبك وتمسحه، اكتر من كده لا. ففي النقطة بتاعت مقاومة الأتربة والمية يعني الجهازين مش مقاومين، لكن كأرقام أنا شايف إن الفليب 5 أفضل شوية في الحتة ديت. نيجي بقى بعد كده للنقطة بتاعت السوفت وير. واللي متابع فيديوهاتي هنا على القناة عارف قد إيه أنا بحب الواجهة بتاعت الوان يو آي 5.1 اللي سامسونج حطاها في التليفونات بتاعتها، واللي بنسخة الأندرويد 13. بس بصراحة في النقطة دي في مقارنة التليفونين دول ببعض انا هختار الموتو ريزر بلس، وهقول لك ليه. انت هنا في التليفون ده عندك كل المميزات اللي تخلي السوفت وير بتاع الجهاز ده مميز جدا، ابتداء من السكيور فولدر واللي كنا اتكلمنا عليها في اكتر من فيديو قبل كده، واللي بتخليك تقدر تحط تطبيقات وملفات وصور وحاجات كتيره قوي في فولدر مخصوص بباسورد خاصه غير الباسورد الرئيسيه بتاعت التليفون. فدي بتدي لك ليفل اعلى من الامان. واي نعم دي موجوده في الفليب 5، لكن اللي موجود هنا في الموتو ريزر مش موجود في الفليب 5 هي خاصيه الريدي 4. هي انك تقدر توصل الموبايل ده باللابتوب او بالشاشه وتستخدمه هو كانه لابتوب، تقدر تعمل من عليه كل حاجه على شاشه كبيره رئيسيه. دي بالظبط نفس السامسونج ديكس اللي موجوده في اجهزه سامسونج، لكن للاسف سامسونج قررت ان هي مش هتحط سامسونج ديكس في الفليب 5 وهتكتفي بيه في سلسله الالترا او في سلسله الاس عامه والفولد. كمان الموتو ريزر فيه شويه جيستشرز مديه روح بصراحه للتليفون ده، حاجه زي التشاب تشاب ان انت لما تهز التليفون كده تقدر تشغل الفلاش على طول او تقدر تلغيه تاني. لما تيجي تلف ايدك كده تقدر تفتح الكاميرا اوتوماتيك. ان انت ممكن مثلا لما تخبط على التليفون خبطتين من ورا يفتح لك تطبيق على طول. وكل الحاجات دي مش موجوده خالص في السامسونج. يمكن النقطه الاخيره اللي هي بتاعت انك تخبط على التليفون من ورا دي موجوده في اجهزه ابل، لكن سامسونج حاولت اكتر من مره ان هي تحطها في الاجهزه بتاعتها وفشلت جدا. وهي اصلا مش موجوده باي ديفولت او بالوضع الافتراضي، انت لازم عشان تشغلها تنزل تطبيق جود لوك وتروح تفعلها، بس هتشتغل معاك مره و10 لا. فالنقطه دي مش حلوه في اجهزه سامسونج، لكن الجيستشرز اللي موجوده هنا رائعه جدا وهتبقى مستمتع بالتليفون ده. يمكن بس الحاجه الاحسن شويه عند سامسونج هي الدعم. فمثلا موتورولا بتدي لك 3 سنين سوفت وير ابديت و4 سنين سكيورتي ابديت، لكن في سامسونج انت بتاخد 4 سنين سوفت وير ابديت و5 سنين سكيورتي ابديت، فالمده هنا اطول شويه بسنه. لكن بصراحه في رايي النهائي بقى في السوفت وير انا زي ما قلت لك قبل كده انا هبقى مرشح اكتر الموتو ريزر بلس، وده لان انا فارق معايا ان ابقى مستمتع باستخدام التليفون في الثلاث او 4 سنين اللي انا هستخدم فيها التليفون، مش فارق معايا قوي السنه الدعم الزياده. فانا في النقطه دي انا شايف الموتو ريزر بلس يكسب. نيجي بعد كده بقى لنقطه مهمه قوي لناس كتيره، وهي البطاريه والاداء نفسه.
ففي النقطه بتاعت البطاريه ما تتوقعش كتير بصراحه من التليفونين، يعني هما التليفونين اداء البطاريه بتاعهم مش احسن حاجه. فانت مثلا عندك في الفليب 5 البطاريه 3700 ملي امبير، لكن في الموتو ريزر 3800 ملي امبير. وانا ملتمس العذر بصراحه للشركتين، لان هو دلوقتي بقى عندهم نص مساحه التليفون بس اللي يقدروا يحطوا فيها البطاريه زائد بقيه الكومبوننتس، لان نص التليفون تاني رايح في الشاشه. فدي مخليهم مش قادرين يحطوا بطاريه كبيره شويه. لكن كاداء البطاريه فالموضوع مختلف خالص، بالذات مثلا في الفليب 5 عن الفليب 4. ففي تليفون الفليب 4 كان البطاريه بتاعته سيئه جدا، لكن اللي فرق في الفليب 5 بالرغم ان هو نفس مقاس البطاريه اللي كانت موجوده قبل كده هو وجود البروسيسور الجديد بتاع سامسونج وسناب دراجون، وهو السناب دراجون 8 جين 2، واللي مدي اداء مختلف جدا في البطاريه. يمكن زي ما كنت اتكلمت معاك قبل كده، دلوقتي كل البروسيسورز اللي موجوده في التليفونات بقت بروسيسورز عاليه جدا، وانت مش هيكون عندك مشكله خالص في استخدام التليفون او انت بتشغل كل التطبيقات بتاعتك والالعاب. لكن النقطه اللي بقت تفرق دلوقتي في البروسيسور هي يعني مدى ان هو بيحافظ على البطاريه وعلى الاستخدام. فانت التليفون ده النهارده بقى هيقعد معاك طول اليوم وانت مستريح. نفس الكلام برضو بينطبق على الموتو ريزر بلس. فبالرغم ان هو ما فيهوش نفس المعالج، هو دلوقتي في معالج سناب دراجون 8 بلس جين 1 اللي هو اقل شويه او اقل بجيل من الموجود في السامسونج، لكن لانك اغلب يومك هتبقى شغال من الشاشه الخارجيه اللي استخدامها للبطاريه اقل، فبالتالي مش هتبقى بتستهلك بطاريه كتير والتليفون هيقعد معاك فتره حلوه. وكمان سرعه الشحن في التليفونين يعني ما فيش ولا واحد فيهم مميز قوي، هم عاديين جدا. فمثلا السامسونج فليب 5 ده سرعه الشحن بتاعته الوايرد 25 واط والوايرلس 15 واط، وفي ريفرس تشارجنج 4.5 واط. لكن الموتو ريزر بلس بيشحن بسرعه 30 واط للوايرد و5 واط بس للوايرلس، لكن ما فيهوش هنا ريفرس تشارجنج. لكن في حاجه مميزه هي الاوبتمايزنج باتري، وهو ان التليفون لما بتيجي تحطه في الشاحن بيتعرف على انماط الشحن بتاعتك. يعني مثلا لو انت كل يوم بتشحنه في ميعاد معين وبتشيله في ميعاد معين، فهو بيظبط نفسه على المده اللي انت بتبقى موصله فيها بالشحن، بحيث ان هو يسيب اخر مثلا 20% يشحنهم في الاخر خالص قبل ما تشيل الشاحن من التليفون. فده بيحافظ على عمر البطاريه لفتره اطول. فملخص النقطه ديت، الاداء في التليفونين رائع جدا، استهلاك البطاريه في التليفونين متشابه جدا. فانا شايف ان التليفونين في النقطه دي بصراحه متعادلين مع بعض. بعد كده بقى النقطه اللي بتهم ناس كتيره قوي في الموبايلات هي الكاميرا. فالتليفونين دول تقريبا الارقام بتاعت الكاميرات بتاعتهم واحده. فمثلا السامسونج فليب 5 الكاميرات بتاعته هو فيه عدستين، واحده وايد والتانيه الترا وايد، والاثنين 12 ميجا بكسل. لكن مثلا في الموتو ريزر بلس الكاميرا الوايد 12 ميجا والالترا وايد 13 ميجا. ده بالنسبه للارقام، لكن كتجربه استخدام الموضوع مختلف تماما. ففي اغلب ظروف الاضاءه الطبيعيه التليفونين كانوا شبه بعض نسبيا، ولو ان اوقات كتيره كان بتبقى الالوان في سامسونج طبيعيه اكتر والتشبع فيها شايفه مظبوط اكتر من موتورولا. اما في الصور الكلوز اب فالتليفونين كانوا قريبين من بعض قوي، لكن في الزوم الفرق كان باين قوي بين الجهازين. فبالرغم من ان التليفونين مفهومش عدسه مخصوصه للزوم، لكن الديجيتال زوم في السامسونج كان بيوصل لغايه 10x، لكن في موتورولا هو 8x بس. وفي تجربه بقى الفيديو فالفرق واضح اكتر واكتر. فموتورولا زي ما انت شايف في رعشه كده موجوده وانت بتتحرك، والرعشه دي كانت موجوده في الاضاءه الضعيفه كمان، بالاضافه لان الالوان احلى في سامسونج بصراحه. والفرق ده ما كانش بس في الكاميرا الرئيسيه، يعني حتى في الكاميرا الداخليه. فبالرغم ان مثلا التليفون اللي هو السامسونج فليب 5 ده الكاميرا الداخليه بتاعته 10 ميجا بكسل بس، والموتو ريزر الكاميرا الداخليه بتاعته 32 ميجا بكسل، لكن فرق الكواليتي ما بين الكاميرتين كان مختلف تماما زي ما انت شايف كده قدامك. فالصور بتاعت الفليب صور واضحه اكتر وطبيعيه اكتر. اصلا كميه المعالجه اللي معموله في موتورولا يعني مبوظه واقعيه الصوره خالص. وده ياكد النقطه اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده في الفيديو بتاع مقارنه الكاميرا بتاعت الاس 23 الترا ال 200 ميجا بكسل مع الايفون 14 برو ماكس اللي الكاميرا بتاعته 48 ميجا بكسل بس. ولو ما كنتش لسه اتفرجت على الفيديو ده انا هسيب لك لينك ليه في وصف الفيديو تحت، واشجعك انك بعد ما تخلص هنا تروح تتفرج عليه، لانك هتعرف ان الكواليتي بتاعت الكاميرا مش بس برقم البيكسل، لكن في حاجات تانية بتفرق. وخليني ابقى صريح معاك، يعني سواء التليفون ده او التليفون ده
دول مش تليفونات لهواة التصوير، يعني دول انت هتجيبهم لو انت واحد بتصور صور كاجوال. لكن لو انت واحد بتحب قوي التصوير في يومك، انت محتاج تجيب تليفون تاني زي مثلا الايفون 14 برو ماكس او الاس 23 الترا. وبالمناسبه هتلاقي هنا على القناه 3 فيديوهات بتتكلم بالتفصيل عن كل الفروقات اللي موجوده ما بين التليفونين دول، الايفون والاس 23 الترا. خلينا نرجع للتليفونين دول. زي ما قلت لك في الاول، يعني انا مش فارق معايا بقى قوي كواليتي الكاميرا الداخليه، لان ميزه التليفونات الفلاب انك تقدر تستخدمه كده بالشكل ده وتبقى شايف نفسك وانت بتصور بالكاميرا الخارجيه اللي هتبقى الكواليتي بتاعتها اعلى بكتير جدا. فعشان نبقى خلصنا النقطه بتاعت الكاميرات ديت، انا رايي الشخصي بصراحه انا شايف ان طبعا الفليب 5 الكاميرا بتاعته احسن بكتير من الموتو ريزر بلس. اخر نقطه بقى عايز اتكلم معاك فيها في مقارنه التليفونين دول ببعض هي الضمان. بص، انا الفيديوهات بتاعتي ولا هي برعايه سامسونج ولا موتورولا ولا ابل ولا اي حاجه، فانا هتكلم براحتي. اوعى تشتري تليفون فولد او فليب وانت ما عندكش وكيل قوي ومحترم في البلد بتاعتك، لان التليفونات ديت سواء كان الفولد او الفليب او كل التليفونات القابله للطي هي لسه في الاجيال الاولى بتاعتها، فممكن يحصل لك حاجات تكون عيب صناعه، فانت حرام تبقى مشتري تليفون بسعر غالي زي كده وما تلاقيش حد يصلحه. او حتى بلاش عيب صناعه، انت ممكن مع الوقت انت معرض ان السكرينه الداخليه او اللي هي طبقه الحمايه الداخليه ممكن تبدا تتقشر او تبدا تفك، فانت لازم تروح للتوكيل عشان هو اللي يغيرها لك. ومش بس هقول لك توكيل، ده انت حاول لو في كمان ضمان تقدر تشتريه للتليفون هتبقى انت افضل لك بكتير جدا، حتى لو هتدفع حاجه بسيطه زياده كل شهر فانت هتبقى مطمن. ففي النقطه ديت انا مش هقدر اقول انه تليفون احسن وانه اوحش، لكن هقول لك التليفون اللي ليه وكيل في بلدك هو ده اللي انت تفكر فيه. وبصراحه لو انت ما عندكش في بلدك ولا وكيل قوي لموتورولا او لسامسونج، ما تفكرش خالص في التليفونات القابله للطي سواء الفولد او الفليب، وخليك في التليفونات العاديه. ده رايي الشخصي. انا حابب اسمع منك في التعليقات تحت، تكتب لي وتقول لي انه تليفون منهم عجبك وعجبك ليه. وانا ناوي ان انا هحضر فيديوهات تانية، عايز اتكلم لسه عن الفولد 5 يعني سريعا كده تليفون محبط جدا مفيهوش اي حاجه جديده خالص. وهتكلم عن تابلت السامسونج اس 9 الترا، التليفون ده او التابلت ده رائع جدا جدا جدا. فلو انت مهتم بالحاجات دي اشترك في القناه، ولو عجبك الفيديو اعمله لايك، واشوفك في الفيديو اللي جاي. سلام.